ازيكم عاملين ايه؟ انا قاعده دلوقتي انا واصدقائي الكتب، وجايه النهارده عشان نتكلم معاكم عن الحاجات اللي جبتها من معرض الكتاب. السنه دي حصيلتي كانت 11 كتاب بالظبط. هو اقل شويه من الافريج، يعني انا اخر كام سنه كنت بجيب ما بين 14 ل 15 كتاب. السنه دي اقل شويه، وكان هيبقى اقل لولا ان كان في بونص صغير كده السنه دي ما كانش موجود في اي سنه قبل كده، وده اللي انا هتكلم عنه اول حاجه، لان هو فعلا من الحاجات القويه جدا اللي موجوده في المعرض، واللي اتمنى ان هي تقدر تستمر بعد كده السنين اللي جايه. في جناح مخفض في معرض الكتاب السنه دي في قاعه 6 للكتب الانجليش بس. انا اول ما دخلت ما كنتش عارفه السيستم ماشي ازاي، كنت قلقانه تكون كوبيز، خصوصا ان الكتب كانت متغلفه بلاير بلاستيك، فانا مش عارفه افتحها، مش عارفه امسكها، احس الورق اعرف دي اصليه ولا لا. فكنت متحفظه شويه. جبت 3 كتب من هناك، وبعد كده لما رجعت البيت وفتحتهم لقيتهم حلوين جدا. من خبرتي القليله بالكتب ان هي فعلا اصليه. الخامة بتاعة الكتاب من بره اللي هي بتبقى فيها شوية خشونة في البيبر باك، وان الكتاب يكون فلوبي بيفتح معاك بسهولة. الكواليتي بتاعة الورق من جوه اصلا والبرنت، يعني كلها حاجات تدل على ان هي فعلا كتب اصلية وباسعار حلوة جدا. يعني الكتب هناك بتبدأ من اقل من 100 جنيه على حسب الليفل بتاع الكتاب. هو كل كتاب بيبقى موجود بيبقى مكتوب عليه حرف من هنا، وفي زي بانر كبير مكتوب عليه كل حرف ده بيرمز لتمن ايه. ففي فاريشن كبير جدا على حسب الكتب اللي انتوا عايزين تجيبوها، من 80 جنيه لحاجات فوق ال1000 و2000 و3000 جنيه. ففي حاجات هناك لكل واحد مهتم عايز يقرا اي حاجه بالانجلش هيلاقي حاجه مناسبه ليه. يمكن السلكشن ما كانش كبير شويه، وانا متفهمه ده لان هو اول مره اصلا حاجه زي كده تتم في المعرض. انا واثقه ان هو لو فعلا نجح السنه دي وكمل السنين اللي جايه هيبقى فيه فاريشن قوي قوي، وهيكون بينافس كمان التشين ستورز اللي موجوده. فالثلاث كتب اللي انا جبتهم من الجناح المخفض هم الثلاثه رومانسز. جبت ذا اير افير، وجبت ذا ماريج جيم، وطبعا ده جبته عشان اسمه اكيد عشان انا بحب الماريج اوف كونفينينس. هما الاثنين اصلا ماريج اوف كونفينينس، وانتوا طبعا عارفين ان أنا لازم كل ما يعدي قدامي كتاب ماريج اوف كونفينينس هقراه. وتالت واحد هو ويستيريا سوسايتي اوف ليدي سكاندرلز. ده انا اصلا حطاه على التي بي ار بتاعتي على جود ريدز بقاله اكتر من سنه تقريبا، كان ريكومندد من حد اعرفه، ومتحمسه جدا ان انا اقراه. وده بقى مش arranged marriage بس هيستوريكال رومانس برضه. بعد كده عندنا كتابين انا كنت بدور عليهم من زمان قوي، هما الفي شواب، عشان انا بحب في شواب جدا من ساعه ما قريت لها فيشس. هو من كتبي المفضله، يمكن توب 5 كتب بالنسبه لي. وقريت ادي لارو كان بين البنين، بس السلسله دي بالذات ناس كتير قوي بتشكر فيها، فانا كنت بدور عليها من زمان. جبت A Darker Shade of Magic. الكفرز الجديده للاسف انا كان نفسي قوي قوي اجيب الكفرز القديمه الاصليه اللي هي كانت ببلشد بيها من اول مره، بس ما لقيتهمش. انا اصلا لقيت ده بالعافيه، كان عليه خناق، وكل ما ادخل بوك ستور بلاقي الجزء الثاني والثالث. فانا جبت هنا A Gathering of Shadows. A Conjuring of Souls ما كانش موجود للاسف، معرفش خلصان ولا هم نسيوا يجيبوه في المكتبه ولا ايه، بس جبت الاثنين دول بعد كفاح بقالي يمكن 3 أو 4 سنين كل مره بروح معرض الكتاب بدور عليهم. فحتى لو الكفر ما كانش اللي هو انا عايزاه قوي، انا مبسوطه لان انا عايزه ابدا السيريز دي من زمان. بعد كده من اقوى السلكشنز اللي كانت موجوده السنه دي في ديوان، كان في اوبشنز كتير قوي قوي، وكان في كوبيز كتير. يعني ده اللي لاحظته من معظم الستورز اللي دخلتها، ان الكتب بتبقى مرصوصه جنب بعضها، كل كتاب منه نسخه واحده فما بيبقاش ظاهر. لكن ديوان كان عندهم كوبيز كتير وستوك كبير، وكل ما حاجه تخلص بيعملوا لها ريستوك عادي. فحاجات كتير انا عارفه ان انا لو كنت رحت متاخر شويه كان ممكن ما الاقيهاش، بس لقيتها عشان هم عندهم ستوك اصلا. اول حاجه جبتها كان ديفاين رايفلز. جبت الهارد كفر. على فكره انا ما فتحتش الهارد كفر بتاعه لحد دلوقتي، ما اعرفش فيه رسمه عليه من بره ولا لا، تعالوا نشوف مع بعض. بس ديفاين رايفلز رومانس فانتسي. الله بصوا، انا بحب الرسومات اللي بتبقى على الهارد كفرز من جوه قوي. ديفاين رايفلز رومانس فانتسي برضو كان ريكومندد في فيديو لذا بوك ليو بيتكلم عن الرومانس فانتسي، وانا بحب ذوقها قوي في الكتب خصوصا في الرومانس فانتسي، فاشتريته بناء على الريكومنديشن بتاعها. كان الجزء التاني موجود برضو، بس انا كنت قاعده حيرانه، طب ما يمكن الجزء الاولاني ما يعجبنيش، هبقى جبت الاثنين ومش عارفه اعمل حاجه بالجزء التاني. فهي دي حيره الزمن الابديه، ان انا ما بقاش عارفه اشتري السيريز كلها وتعجبني ولا ما تعجبنيش، وابقى ضيعت على نفسي فلوس، ولا اجيب الجزء الاول بس واقراه ولو عجبني ابقى اجيبها تاني وممكن ما الاقيهاش. فهفضل في الديليما دي طول حياتي تقريبا. بعد كده عندنا فانتسي رومانس تاني طبعا، عشان انا قلت لكم ان انا كل ما اعدي على فانتسي رومانس هيبقى عندي امل ان هو ده الكتاب بتاع السنه. جبت هارتلس هانتر.
انا مش فاكره عنه اي تفاصيل غير ان هو كان في التي بي ار بتاعتي، والريفيوز بتاعته كانت حلوه قوي، الريتنج بتاعه واخد فوق الاربعه. انا ممكن اقراه معاكم هنا، انا برضو ما فتحتوش، ما اعرفش الهارد كفر جواه حاجه ولا لا، بس حاسه ان ما جواهوش حاجه. فاضي فعلا، هو حجمه صغير اصلا عن العادي يعني. في ويتشز والبنت اسمها رون، ورون دي بتقضي وقتها بالليل ان هي بتبقى فيجيلانتي، ويتش فيجيلانتي، بتنقذ الناس اللي محتاجين مساعده. وفي فيك ديتنج تروب، فده تقريبا بالظبط اللي انا محتاجه اقراه دلوقتي. بعد كده عندنا سيلكشن غريب شويه، هو على غير العاده. اول حاجه كتاب انا اوريدي قريته واديته 5 ستارز وبحبه جدا جدا جدا، وشفته السنه اللي فاتت في المعرض وما رضيتش اجيبه عشان حسيت ان هو مش هيكون قيم كفايه على الشلف بتاعي. بعد كده شفته السنه دي وقلت لا لازم اجيبه بقى، مش هينفع اكتر من كده. ماي دارك روميو، كتاب ساذج جدا وعبيط قوي، وانا بحبه جدا يعني. بحس ان هو كومفورت بوكس كده، اللي انا لما اكون حاسه ان انا عايزه اقرا حاجه لو ستيكس وعبيطه وبتضحك، كانت بتضحكني بصوت عالي، وده قليل قوي لما بيحصل في الكتب. هرجع لماي دارك روميو وهقراه مره كل سنه مثلا ولا حاجه، لان هو مش متوقع ابدا ان هو يكون من الكتب اللي تعجبني، لان هو كتابته رديئه قوي بصراحه، واحسه الفكاهي وحش قوي، بس انا بحبه يعني، واتكليكد معايا جدا. وطبعا هو ماريج اوف كونفينينس برضو، عشان لو محدش كان عارف. بعد كده عندنا وان دارك ويندو، ده كان احسن كتاب قريته السنه اللي فاتت، وكنت بدور عليه كتير قوي، هو والجزء الثاني تو تويستد كراونز، بس للاسف ما لقيتش ده. بس لقيت اخر نسخه من وان دارك ويندو في ديوان. انا بقالي فتره اصلا بحب اجيب الكتب اللي انا اوريدي قريتها واديتها ريتنج عالي قوي او انا بحبها. قليل قوي لما بابروتش مكتبه معينه او مكان واطلب منه كتب ما اكونش قريتها قبل كده، او مش عارفه عنها حاجه، او مش واثقه ان هي من مؤلف او من ريكومنديشن لحد انا عارفه ان انا هدي ريتنج عالي. بدي البريفليج ده لنفسي في معرض الكتاب بس، لكن غير كده اغلب الكتب اللي بجيبها بتكون كتب اوريدي انا قريتها واديتها ريتنجز عاليه. اخر حاجه معانا قبل ما اتكلم عن اللي بعد كده، The Secret History. وانا عارفه ان ده مش الكاركتر بتاعتي خالص، بس حسيت بالبير بريشر ان انا بقالي 6 أو 7 سنين كل ما بروح بلاقي الكتاب ده قدامي بنفس الكفر كده بيبص لي، ويعني كانه بيعايرني. يعني انا عديت بكل الفتره دي وكل الكتب اللي قريتها دي، ولحد دلوقتي لسه ما قريتش ستيبل اساسي من الكتب اللي كل الناس المفروض تكون قريتها، هو وإف وي وير فيلنز الام ال ريو. فالمره دي قررت ان انا هجيب سيكريت هيستوري، يمكن السنه الجايه لو رحت لقيت إف وي وير فيلنز هجيبه، بس مش حاسه ان انا ممكن اقرا ده قريب. انا هحاول، ان انا عارفه ان هو كونتروفيرشال جدا واراء الناس تجاهه بتبقى قويه قوي، يا اما حب قوي يا اما كره مش ممكن. هنشوف هنعمل ايه معاه. ممكن اجبر نفسي ببرومت في الماجيكال ريداثون في شهر 4 وفي شهر 9 واحاول اقراه. اعتقد هو مش طويل، هو شكله صغير، لا هو فوق ال 600 صفحه، هو كبير، هو شكله مش كبير بس هو كبير فعلا من جوه. كده خلصنا كل الكتب تقريبا اللي انا جبتها، بس كان في حاجه ريدرز كورنر بقالهم 2 أو 3 بيعملوا كل سنه بلايند ديت وذا بوك، بيغلفوا كتب ما نبقاش عارفين ايه الكتاب اللي جوه، وبيحطوا عليها زي برومتس صغيره كده، واحنا على اساس البرومتس بنشتري الكتاب وبعد كده نفتحه ونشوف هو ايه. فانا السنه دي انا اوريدي فتحت الكتاب اللي انا جبته يعني، بس هو كان ده الرابنج بتاعه. الكتاب كان عليه ستيكي نوت، البرومتس فيها فانتسي، ادفنتشر، باور ستراجل، وفاميلي سيكريتس. كنت حاسه ان الكتاب ده مش عندي عشان كده نقيته. طلع ذا كيز تو ذا كينجدوم، دي سيريز المفروض، والكتاب ده الرقم 5 في السيريز اسمه ليدي فرايداي. كنت مبسوطه اصلا بالريكومنديشن جدا ومبسوطه بالبلوت لاين بتاع الكتاب، بس اول كتاب مش خامس كتاب. يعني لو كان اول كتاب كان هيساعد اكتر ان انا اقرا سيريز، لكن انا هعمل ايه ب5 كتاب في سلسله انا ما قريتهاش، وممكن اقرا اول كتاب او 2 وما يعجبونيش واقرر ان انا ما اكملش في السيريز. فليه نحط 5 كتاب في سلسله من ضمن البلايند ديت وذا بوك يعني؟ ليه؟ انا زعلانه منكم قوي بصراحه. دي كل الكتب اللي كانت عندنا النهارده. في فيديو تاني هاخدكم معايا ستيب كمان واحنا بنرص الكتب دي على الشيلفز، لان بقى في شيلفز جديده ولسه هنرص فيها الكتب. هحط لكم لينك الفيديو فوق لما ينزل. مبسوطه ان انا قعدت معاكم النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي.